الشاورما السوري. من كتر حبي للشاورما رحت لعمو الشيف في المطعم السوري اللي جنبنا وسألته على سر الخلط، وفي الحقيقة الراجل ما كدبش خبر وقال كل اللي عنده. النهارده هقول لكم على سر تتبيلة الشاورما السوري من جوه المطبخ السوري ذات نفسه. بص يا ست الكل، دول 2 كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح رفيعة بالطريقة دي، والأحسن كمان إنها تكون وراك أو ميكس بالاتنين. ويلا بقى نحضر التتبيلة. دول تقريبا 10 جرام جنزبيل. هو جنزبيل ولا زنجبيل؟ اللي يعرف يقول لي في الكومنتات. واللي كنت مستغرباه شويه هو بشر البرتقال والليمون. انا اعرف العصير لكن البشر جديده دي، لكن النتيجه كانت خطيره. ورقتين غار و5 فصوص مستيك. ايوه مستيكه ما تستغربيش. معلقه كبيره صلصه او كاتشب، معلقتين كبار زبادي، معلقه كبيره توم مفروم، عصير ليمونه وعصير برتقال، ومعلقه خل. ولو ما فيش عصير برتقال وليمون كتري الخل شويه. معلقه كبيره من دبس الرمان والصويا صوص، ربع كوبايه زيت زيتون. ودلوقتي هنحط التوابل، بس البسي كمامه، رشه جوز الطيب، وربع معلقه صغيره من اللي هقولك عليه، شطه لو بتحبي الاكل سبايسي، حبهان مطحون، كزبره ناشفه، فلفل اسود، ولو عندك 7 بهارات حطيها، وبابريكا، ومرقه دجاج فوريه لو موجود، ورشه صغيره من كاري، كركم، كمون، قرفه، رشه سماق بتدي مزازه، ولو في قرنفل وماله خير وبركه، وكمان ربع معلقه زعتر. ولو كنت بتعطسي دلوقتي افتكري اني قلت لك البسي كمامه. ويلا بقى نميكس كل ده بالهاند بلندر او في الكب. يلا يا ستي صبي التتبيله الرهيبه دي على الفراخ وقلبيها كويس. بالنسبه للملح زودي براحتك، انا اكتفيت بمرقه الدجاج. والبهارات لو في مكون او 2 مش متوفر عندك مش مشكله خالص، مش هيأثر قوي في الطعم. نغطيها بقى وتقعد في التلاجة اقل حاجه 4 ساعات ل 24 ساعه. ونبدا بقى التسويه. انا بسويها على النار عشان بتنجز معايا في الوقت، وعلى نار متوسطه هحط الطاسه وهحط فيها اي ماده دهنيه، وهنزل بكميات قليله من الفراخ. مش عايزاكي تقلقي من السوائل دي خالص، كل ده هيتبخر والتتبيله هتغلف قطع الفراخ كلها. وعشان احنا في البيت مش هنعرف نحط الشاورما على سيخ زي اللي موجود عند عمو الشيف في المطعم، فمن الاحسن تنقليها في صينيه وتحطي عليها شويه طماطم متقطعين مكعبات بعد ما تشيل منهم القلب بتاعهم. بعد كده حطيها تحت الشوايه تاخد لون. بصي بقى لونها بعد ما طلعت من تحت الشوايه بقى عامل ازاي، رهيبه يا جماعه، ريحه وطعم ولون. وللتقديم والحركات هنعمل لها سلطه السماق الرهيبه دي، عملناها قبل كده في فيديو الكباب التركي، ولو اول مره تشوفوها خلاص سماح المره دي. شايفين الاي اللي فوق دي على اليمين؟ ايوه هي دي، روحوا شوفوها ومستنيه تعليقاتكم هناك. نيجي بقى لتجهيز الساندوتش بتاعنا. هنجيب اي نوع عيش بنفضله زي عيش الصاج، التورتيه، ممكن كمان كايزر، بس انا هنا حبيت انقل لكم الصوره زي عمو الشيف ما قال. فيكم تقسموه نصين علشان حجمه يكون مناسب وزي ما انا عملت، او تستخدموه زي ما هو. هطبق الجناب كده لجوه، ونبدأ بقى نحط طبقات من الحاجات الجميلة المرصوصة قدامنا. أول حاجة هنبدأ بيها السلطات أو الصوصات، التومية، الطحينة، ممكن هريسة. أنا هنا حبيت أحط التاتش المصري بتاعنا وهي سلطة الطحين. وبعدين كمية حلوة من الشاورما، ونحط عليهم شوية من سلطة السماق. صدقوني لو جربتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها. خيار مخلل، بطاطس محمرة، ولو عندك لفت او بنجر برضو حطيه بيدي طعم حلو. ولما بنقسم الساندوتش كده مع التقديم بيدي الوان خطيرة تفتح النفس كده على الاكل. ويا سلام بقى لو في موتزاريلا هنحط شوية صغيرين كده تدي مطة خفيفة وطعم حلو. وما ننساش شوية من دبس الرمان بيودي الساندوتش في حتة تانية خالص. يلا يا ستي قفلي كل الكلام الحلو ده من الجنبين واعمليه روليه كده. وعشان نضمن انه ما يتفتحش مننا وهو على الجريل او يفك، هنديله مسحه بظهر المعلقه كده من سلطه الطحينه، ونلف ونضغط ضغطه بسيطه كده عشان يمسك في بعض. وبس خلاص الساندوتش بتاعنا كده جاهز على التحميص. بصوا بقى في كذا حاجه ممكن نستخدمها عشان نحمص الساندوتش. انا هنا استخدمت ساندوتش ميكر، لكن لو مفيش ممكن نستخدم جريل او طاسه. اهم حاجه ما ننساش ندهنها باي ماده دهنيه. ويا سلام بقى لو عندك حته ليا هتديها طعم خطير، حاجه كده من الاخر، بس انا ما كانش عندي. ونضغط عليه باي غطا علشان يتحمص وياخد الخطوط الحلوه اللي بتبقى في الساندوتش دي. ودلوقتي الساندوتش جاهز للتقديم، وممكن يتقدم زي ما هو كده ويتحط معاه شوية بطاطس محمرة، مخللات، طحينة أو تومية. أو نقسم الساندوتش نصين كده عشان نوقفه بالطريقة دي والألوان الحلوة اللي جوه تبان لنا وتفتح نفسنا على الأكل زي ما قلت لكم. بالمناسبة اللي لونه أورنج اللي هناك ده عبارة عن سلطة طحينة معاها معلقة صغيرة من الهريسة، واديتها رشة دبس رمان ادت لها مزازة حلوة قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعايزة اقول لكل واحد وصل معايا لحد هنا
شكرا عشان اتفرجتوا معايا للآخر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. كنت معاكم رندا، واشوفكم في فيديو جديد لوصفة جديدة.